اللعبة ديت هي لعبة تعليمية بنعلم الأطفال فيها عن كذا فكرة، أفكار عن الأقمار الصناعية، عن الفضاء. فالهدف من اللعبة إن أنت زي في مركز تحكم، مركز التحكم ده بيتحكموا فيه بالأقمار الصناعية، بياخدوا داتا ويبعتوا لهم داتا للقمر الصناعي وكده. ودول مهندسين موجودين في المركز بيدوك معلومات عن حاجات بيستعملوها، يعني ده مثلا ده روبوت بيساعد الفضائيين في الفضاء، دي صخور اللي هي اللي جنبها ديت صخرة من اللي بتبقى موجودة في الفضاء، اللي بتبقى احطام كواكب مع بعض او او قمر صناعي مثلا خبط في قمر صناعي تاني او في نيزك وهكذا. فالمهندس دوت اللي هي الشخصية بتشرح لك بقى ايه المودلز ايه هي، بيديك معلومات يعني عشان يعرف الطفل اكتر عن الفضاء وعن الحاجات اللي موجودة جوه الفضاء. أول أوضة اللي هي دي أوضة المودلز، كل اللي فيها عبارة عن مودلز لكذا حاجة زي الساتلايت أو الكرة الأرضية أو الصخور، والمهندس ده بيحاول إيه يشرحهم لك كطفل اللي هيلعب يعني عشان ياخد معلومات عنهم. وفي سكرين في نص الأوضة جايبة الريزلت بتاع الكاميرات في الأوضة اللي جنبها. تمام، نروح الأوضة اللي جنبها. كده أنت رايح الأوضة اللي جنبها عشان أنت خلصت الإيه هي الأوضة بتاعت المودلز. شرح فيها ايه كل المعلومات اللي احنا بتاعتها. دي اوضه السيرفرات. انا بشرح ايه هي اوضه السيرفرات بقى وفائدتها وايه علاقتها بالقمر الصناعي اصلا. بنتحكم بالقمر الصناعي بعد كده ياخدك في جوله عشان ايه تروح تشوف القمر الصناعي وهو في الفضاء بكاميرا برضه مصوره القمر الصناعي وهو في الفضاء ان ريل تايم، وتشوفوا العاصفه الجيو نفسها بتخبط فيه. تعالوا نبص. تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على القمر الصناعي. العاصفة الجيومغناطيسية هي عاصفة جاية من الشمس، وعاصفة جاية عبارة عن إيه؟ عن البخار أو الغازات اللي خارجة من الشمس تفضل تتوسع، فدي بتستخدم القمر الصناعي، ودي بتبوظ الإشارة وبتبعده عن مكانه الأساسي وبتبوظ شوية كومبوننتس من اللي جوه القمر الصناعي نفسه. بس المهندسين عملوا طريقة عشان إيه يعالجوا الموضوع ده، كل الكلام ده طبعا المهندس اللي في الروم ديت بيشرحها. فالاوضه اللي فاتت يعني اوضه المودلز وديت اوضه السيرفرات. كده هو هيروح للباب دلوقتي عشان يقول لك تروح الاوضه الثالثه. الاوضه الثالثه بقى بتتحكم فيها بالقمر الصناعي، بتغير مكانه في الفضاء، بتخليه يتحرك لقدام لورا في اي اتجاه انت عايزه، وتخليه يتفادى صخور عشان ايه ما لو اتخبط فيهم هيتدمر ويبقى ايه جزء من اللي هو التلوث اللي في الفضاء. مليانه مكاتب واجهزه كمبيوتر عشان ايه المهندسين كلهم شغالين على القمر الصناعي، سواء هيبعتوا له داتا هيستخدموا منه داتا يتحكموا في السنسورز اللي فيه وهكذا. دي شاشات جايبه الريزلت بتاع القمر الصناعي، غير ان القمر الصناعي متصور هنا لا البيانات بتاعته ظاهره على شاشات تقدر تشوفها ان ريل تايم. فالقمر بيبقى ليه درجه حراره وفي بين السرعه الاساسيه جايه من القمر الصناعي الارض، كل ده ظاهر في الشاشات. والهيلث بتاع القمر الصناعي طبعا بيبقى 100% في الاول، لما بيتخبط في الدبرس او الصخور اللي في الفضاء مره مع مره ايه بيتدمر خالص. تمام؟ العاصفه الجيومغناطيسيه بقى بعد القمر الصناعي عن مكانه فالاشاره بتاعته ضعفت، الاشاره اللي جايه منه للارض ضعفت، فانت المفروض تتحكم في القمر الصناعي وتسوقه وتحركه من النقطه اللي هو وصل لها الجديده للنقطه القديمه اللي هو كان فيها، عشان دي هي اللي فيها اشاره كويسه ما بين القمر الصناعي والارض. الترابيزه اللي قدامك ديت ظاهر فيها حاجتين، اول حاجه زي ار مع اليمين دراع دوت بيخليك تغير الروتيشن بتاع القمر الصناعي، خليه يبص لتحت لفوق يمين شمال وهكذا، بس ما تتحركوش خليه يلف بس. طب انت عايز تحركه لقدام او اي حاجه، في زرار تاني على الشمال لما بتدوس عليه بتلاقي محركات الصواريخ اللي في القمر الصناعي بتشتغل، وقوه دفع تحصل القمر الصناعي فيتزق لقدام. حلو؟ فانت باستخدام الزرار اللي على الشمال دوت والايد اللي على اليمين تقدر تتحكم في اتجاه القمر الصناعي وتخليه ايه قوه الدفع تبقى في الاتجاه دوت. فتحرك القمر الصناعي عادي في الفضاء بكل سهوله.
من غير التعقيدات اللي موجوده في الحياه الواقعيه، لا احنا عاملين حاجه ابسط عشان الاطفال تفهم الفكره بس. تمام؟ فهنا انت مطلوب منك تعدي توصل القمر الصناعي لنقطه فيها اشاره ستيبل، اشاره كويسه، بس تعدي الصخور دي من غير ما تخبط فيه، عشان القمر هيتدمر، ولو اتدمر ديت انت كده هتبقى خسرت الليفل. فانت دورك انك تعدي القمر الصناعي الصخور ديت من غير ما يتخبط فيها كلها، او من غير ما يتخبط في عدد معين منها، عشان يوصل لحته فيها كونكشن كويسه. ولما بتخبط في افكت بيحصل، وبتلاقي الهيلث بتاعتك نقصت. زي ما قلت السرعه بتاعتك موجوده برضه في الايه في الشاشه. هو كده خبط في واحده في صخره، ففي فورس اثرت على القمر الصناعي فتلاقيه حول كده. هو كده الهيلث بتاعته بقت 80 عشان هو خبط في صخرتين، والفيلوسيتي بتاعته صفر عشان هو مش دايس على زرار الفورس. لما بيدوس عليها بتلاقي سرعه القمر بتزيد. ودرجه الحراره بتاعت القمر الصناعي بتعلى لما الهيلث بتاعك يقل. كل ما تندمج اكتر درجه الحراره بتاعت القمر بتزيد. وحتى قوه الاشاره اللي جايه من القمر للارض لا بتضعف برضه. كل ده بيتاثر بالهيلث بتاع القمر الصناعي. اول ما توصلوا النقطه الخضراء ديت يبقى انت وصلت لنقطه فيها ستيبل كونكشن. كده الحمد لله كده القمر الصناعي وصل لنقطه النهايه بتاعته سليم، من غير ما يتدمر خالص. يتدمج اي شويه بس وصل سليم. كده بقى في كونكشن ما بين الكره الارضيه، هو المعنى الشخصيه موجوده فيه، والقمر الصناعي. وده هيسمح ان يبقى في كونكشن برضه ما بين القمر الصناعي ومعمل تاني موجود على القمر، على سطح القمر. فكده بقى في كونكشن ما بين المعمل اللي على الارض والمعمل اللي على سطح القمر. تمام؟ نروح للاوضه رقم 2، هتلاقي هناك الايه التابلت اللي انت هتتواصل بيه مع الاوضه الثانيه. اول ما بيروح للتابلت اللي في الاوضه رقم 2 في اسهم اصلا بتشاور له يروح فين. اول ما تروح للتابلت اللي في الاوضه رقم 2 بتبدا السين بقى من البوينت اوف فيو بتاع رواد الفضاء اللي على القمر.